سلام حبوباتي، ان شاء الله كامل راكم بخير. لقاكم الفيديو تاعي في احسن الاحوال. اليوم حبيباتي جيت وجبت لكم وصفه راقيه وبزاف هايله. جبت لكم اليوم تحليه الكيندر بوينو بطريقه سهله اقتصاديه وتوجد في دقائق، يعني ما تلحق لكمش نص ساعه تكونوا وجدتوا هاد التحليه راقيه واقتصاديه كما قلت لكم، وتحمر الوجه الا كانت عندكم عرضه ولا كاش حفله. يلا بينا حبيباتي، انا ما نطولش عليكم، نبداو الفيديو مع بعض. وما تنسوش توبا بالضغط على زر اللايك قبل بدايه لا فيديو وتدعموني باش يوصلكم كل جديد. اذا بالنسبه للمكونات، وكمكون رئيسي في هذه الوصفه كريمه الكيندر بوينو، تشروها واجده من عند لوازم الحلويات ولا من عند سوبرات ولا مواد غذائيه كامل يبيعوها. عندي كاس كما راكم تشوفوا بومبي نتاع بودره الشانتيي، عندي كاس ناقص شويه نتاع حليب يكون مجمد نوعا ما، يعني حليب يكون بارد حتى التجميد. عندي غوفريت، وعندي هنايا شويه قطايف يكونوا محمصين، هادو باش يعطوني نوع من القرمشه. عندي شوكولا تختيني، انا نخدم بماكسون كالعاده. وعندي تاني للتزيين عندي هذا كيندر بوينو. اذا هنا كما قلت لكم عندي غوفريت كميه قليله فقط من الغوفريت، وعندي تاني كميه قليله تاع قطايف. نخلطهم كما شفتوا مع بعض. القطايف هنا تنجموا تستبدلوهم بالفويتين ولا تقدروا تستغنوا عليهم، بس انا ننصحكم بهم هما ولا الفويتين، غادي يعطوكم واحد القرمشه هايله في التحليه نتاعكم. هنا هاد القطايف زدت عليهم ملعقه نتاع كيما راكم تشوفوا نتاع شوكولا تختيني، يعني باش تعطينا ذوق شباب، ذوق الشوكولا. وثاني يعني باش ما يقعدوناش هكا ناشفين، شويه انتقلوهم بالشوكولا كيما راكم تشوفوا، يعني حتى يوصلوا لهذا القوام، يعني يكونوا ما يتلموش في اليد، يعني بالخف يتفوتوا لكم في يديكم. من بعد كنت نسيت لكم في المكونات، هذا المكون اللي هو جبن طازج كما راكم تشوفوا، يعني هذا ضروري تاني في هذه الوصفه. نجموا تخدموا بهذا، يعني ديروا 3 علب ولا ديروا علبه صغيره من جبن الماسكاربون. يعني وانا بغيت نخدم لكم بهذا باش تشوفوا كامل باللي غادي يخرج لكم نتيجه رائعه. ماشي شرط تخدموا بالماسكاربون، يعني غادي تخرج تقريبا نفس النتيجه. وهذا خاصه يعطيكم واحد الذوق تاع واحد الحموضيه في التحليه تاعكم تجي بزاف هايله. غادي نشتو هذا كيكون يعني هذا جاي صامت، وكي تدخلوهم على شونتي يعطيكو بزاف هايل هذا الجبن الطبيعي. غادي نخلطه يعني بالباتر كيما راكم تشوفوا، يعني قلنا 3 علب من الجبن الطبيعي كل جبن الطازج. اللي قلت لكم تقدروا تستبدلوه بالياغورت عفوا بالماسكاربون. هنا من بعد راح نزيد عليهم، انا زدت هنا ملعقه، يعني قدامكم زدت ملعقه، ومن بعد ما قنعتني زدت ملعقه اخرى، يعني كي طفيت الكاميرا عاودت زدت ملعقه اخرى وعاود طلعته. يعني ديروا ملعقه ونص حتى 2 ملاعق نتاع كريمه البندق. يعني تقدروا تستخدموا بلا مارك اللي خدمت بها انا، ولا يعني بزاف لي مارك تاع كريمه البندق. وهاد الماركه انا عجبتني بزاف، يعني الكو تاعها بزاف هايل. هنا كنت زدت عليه لاباتاغوم نتاع كيندر بوينو، هذا ثاني ينباع عند لوازم الحلويات، تقدروا ديروه وتقدروا تستغنوا عليه. انا يعني هذا ثاني ما وريتها لكمش مع المكونات خاش ماشي ضروري، يعني تقدروا تكتفوا غير بكريمه البندق وحدها، ولكن هذا يزيد يعزز في النكهه. هنا بعد ما خلط مليح الجبن تاعي مع كريمه البندق، هنا جيت نطلع بودره الشانتيي اللي قلت لكم كاس بومبي تاع بودره شانتيي مع كاس ناقص هكا غير شويه نتاع حليب اللي يكون بارد جدا. نطلعوهم مليح مليح كما راكم تشوفوا بالباتر حتى نتحصلوا على كريمه متماسكه. كما راكم تشوفوا الكريمه تاعي لازم تكون هكا متماسكه، باسكو غادي كي نزيدوا لها الجبن وهذيك الخليط تاع الجبن غادي تخفف، ما غاديش تقعد يعني هي متماسكه كيما هكا. ومن بعد بطبيعه الحال كي ديروها تبرد غادي تتماسك ثاني. كيما راكم تشوفوا هنا ضفت عليهم هذاك الخليط، يعني كيما شفتوا هنا كنت زدت عليها ملعقه، يعني كي ديروا 2 ملاعق نتاع الكيندر بوينو
كريمه مع العطر غادي تعطيكم واحد لا كولور باج بزاف شباب. هنا بالباتر خلطت كامل يعني مع بعض، يعني عاودت خلط هذيك لا شونتيي مع هذيك الكريمه نتاع الجبن والكيندر بوينو، يعني تحصلوا على هاد لا كريم كيما راكم تشوفوا، كريمه متماسكه وبزاف بزاف بنينه. هنا يعني هذاك الجبن غادي ينقص لنا من الحلاوه نتاع لا شونتيي، ومامطو يعطينا واحد الكو لكم تاع فرماج شباب بالبزاف. هنا كيما راكم تشوفوا جبت هادو لي فيري اللي راح نخدم فيهم، درت فيهم كميه من هذيك الكوفريت مع القطايف اللي كنت خدمتهم معاكم كيما شفتوا، يعني مع شوكولاته. نديروا كميه من التحت كقاعده، ومن بعد راح نديروا من الفوق الكريمه. بالنسبه للخليط انا اللي درتو هذا من تحت البسكويت، يعني تقدروا ديروا الكريمه وحدها، وتقدروا ديروا في بلاصه تقدروا ديروا في بلاصه القطايف تقدروا ديروا فايتين، ولا حتى ديروا مكسرات، يعني ديروا قرقاع ولا بندق من تحت ثاني يجي شباب مع البسكويت، ولا تقدروا يعني ديروا كيما انا نعطيكم الطريقه البسيطه واللي كامل تقدروا ديروها. هنا كيما شفتوا راني نعمر في هادو لي فيرين تاعي بالكريمه، يعني نديروا كميه مليحه من لا كريم، من بعد نجي بالملعقه صغيره نجي نسوي السطح تاعهم. كيما راكم تشوفوا نسويهم مليح. انا بالنسبه لهاد الكريمه كانت قطعت لي 12 انفيرين من هاد النوعيه. كيما راكم تشوفوا هادو لي فيرين يعني ملاح كبار، زعما ماشي كبار كبار يرفدوا يعني غايه من الديسير. كانت قطعت لي 12 فيرين كيما هكا. هنا كيما راكم تشوفوا حبيباتي درت عليهم من الفوق كطبقه، ديروا طبقه رقيقه شويه نتاع كريمه البندق اللي راح تزيد لنا بنه في هاد التحليه. وراني نسوي فيها بهذا الشكل، يعني كيما راكم تشوفوا نسووها بالملعقه مليح، يعني نديروا حوالي طبقه هكا رقيقه، ونحاولوا نسووها كامل على السطح نتاع الفيغين نتاعنا بهذه الطريقه كيما راكم تشوفوا. بعد نحوس هكا نخبط عليهم شويه باش تدخل لي يعني هذاك الهواء كامل يخرج، وفي نفس الوقت باش يتسقم لي السطح تاع الكؤوس نتاعي. ونأكد لكم حبيباتي هذه التحليه ما تجيكمش كامل حلوه، يعني كل المكونات راهم معتدلين والحلاوه راح تجيكم معتدله بهذه الطريقه كيما راكم تشوفوا، يعني حاجه بسيطه جدا وقلت لكم راقيه. وكيما راكم تشوفوا صدقوني والله ما تديلكم بزاف وقت، يعني على الخفيف وبالخف تطيقوا توجدوا هاد التحليه. وكمرحله اخيره جبت هذا الكيندر درته من الفوق كما شفتوا، يعني بما انه هذا التحليه تاعنا كانت تاعها كيندر بوينو، يعني في الكريمه وفي كل شيء، فبغيت تاني من الفوق نشبعهم بكيندر تاني من الفوق، تاني راح يعطيها منظر شباب. وتاني كلمسه اخيره درت لهم لا فيدور ولا الورقه الذهبيه باش تعطيهم منظر راقي وهايل. اذا هذه هي التحليه تاعنا حبيباتي، راهي جاهزه امامكم كما راكم تشوفوا. كنت درتها بطريقه سهله بسيطه اقتصاديه وفي وقت جد 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 قصير، يعني بالخف توجد. وكما راكم تشوفوا كما قلت لكم تجي راقيه، والمنظر تاعها بزاف هايل وراقي، وتجي حاجه بريزونطابل. يعني مام كيما راكم تشوفوا راني نوريلكم في الطبقات يجوا باينين، تجي الطبقه التحتانيه نتاع الكوفريت مع القطايف اللي يجوا مقرمشين، وتجي طبقه الكريمه ولا كيما نعتبروها موس، يعني صدقوني ديجا كيما راكم تشوفوا كي جيت ناكل منها شوفوا توليكم كيما لاموس، الذوق تاعها بزاف بزاف هايل وبنين. نتمنى تكون نالت اعجابكم ونتمنى تجربوها، وما تنسونيش حبيباتي بالدعم تاعكم، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. سلام.